السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا هنا فرخه مقطعينها 8 يا حبايبي، ومعانا بصل هنا هنضربه في الكبه مع فلفل حامي، وده اختياري طبعا. ومعانا البهارات بتاعتنا دي ثوم ماء وكركم وكاري وبهارات للدواجن وشويه ملح وشويه سكر عشان يخلي الفراخ متشويه حلو، لونها هتبقى حلو، وفلفل اسود وشويه قرفه وشويه هيل مطحون وفص مستكه يا بنات حاطينه برده معاه. هنضربه في الكبه ونرجع لكم تاني. ده للفراخ المشويه. معانا بطاطس مقطعينها بالشكل ده كده، هنحمرها برده مع البطاطس والفراخ بتاعتنا. هنضرب في الكبه يا بنات. ما حطينا البصله في الكبه مع البهارات، هنحط عليها كوبايه ميه في نفس الصينيه اللي كان فيها البهارات. هضربها في الكبه وارجع لكم تاني. وبعد يا بنات ما ضربنا الكبه بعد ما ضربنا البصله في الكبه زي ما انتم شايفينها كده، هنحطها على الفراخ. ايوه انت خيالك، روحي انت الناحيه التانيه يلا. وجينا كده يا بنات بعد ما حطينا التتبيله اهي. المفروض التتبيله دي تبقى يا جماعه من بالليل مثلا لو هنعملها الصبح، وبتبقى من الصبح لو هنعملها بالليل. انا هعملها كده وهسيبها حوالي 3 ساعات قبل الاكل، وهغطي عليها واسيبها وادخلها التلاجة واسيبها 3 ساعات قبل الاكل. ورجعنا تاني يا بنات. معلش نسينا نضرب الليمون بتاعنا في الخلاط، فهنعصره بس هنا. هنعصره يا بنات هنا. طبعا هعصر كمية ليمون بتاع 3 4 ليمونات كده، وهعينه في التلاجة. بعد ما حطينا الفراخ يا بنات في الفرن، جينا بقى عشان نحط المكرونة. شوية ملح اهمت، وهنحط معلقة زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه زيت او معلقتين زيت يعني. هنحط المكرونه. طبعا الميه غلت يعني، كل ده بعمله والميه ايه بعد ما الميه تغلي. وهنسقط المكرونه كده وهقلبها وهسيبها لما تستوي المكرونه ونرجع لكم تاني. بعد يا بنات ما حطينا المكرونه بعيد شويه، هنيجي هنا حطيت الزيت او السمنه او الزبده زي ما تعملوا. ده بتاع المكرونه. حطينا فصين توم اهو للمكرونه. والتتبيله بتاعتنا الحلوه او الجميله اللي احنا كنا عاملين فيها ايه الفراخ، بس شلت منها الليمون، حطيته في الميه اللي تحت السبق تحت الفراخ وهي بتتشوي. عايزه اسوي معلش يا جماعه، انا جيت اعمل التتبيله لقيتها جايبه طبق بتقول لي معلش انا عايزه شويه طعمها حلو قوي ياكلها كده. معرفش هتاكلها كده ازاي، بس هتغمسوا بيها الفراخ. بتقول لكم ما تغمسوش بيها الفراخ يعني. هي خدت وريهم طيب شويه التتبيله دول. لا هنا هاتيها هنا. شويه التتبيله اللي هي خدته بتقول لك هتاكل بيهم الفراخ. مشطشطين بقى والليمون مشطشطه وفيها ليمون وكده يعني. وده بقيه التتبيله هحطها بسرعه قبل ما هي تاخدها مني اهي. ده انا هتاخدها مني كلها والله. وهنعمل ايه يا بنات؟ للاسف ما عنديش صلصه في الثلاجه في الفريزر اللي انا كنت عاملاها كلها خلصت، فجبت صلصه جاهزه وهعملها ايه هنا. وهسيبها بقى تاخد وتدي بشكل ودي كده مع بعضها كده، وايه لغايه ما تتسبك خالص. هي طبعا متسبكه بس عشان البصله، ان هي البصله تطرى شويه كده. وبعد ما المكرونه تتسلق ونصفيها هنحطها عليه. وانتوا معانا يا بنات خطوه بخطوه. بعد الحمد لله ما التسبيكه ما اتعملت، غرفت طبق مكرونه بالشكل ده وحطيت عليه معلقتين صلصه اللي بيحب ياكل المكرونه كده. وبقيه الصلصه معايا في الطاسه، هحطها على المكرونه كده بالشكل ده كده، وهنقلبها في كل المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عند الفرن يا حبايبي حطينا هنا ميه في صينيه، والليمون اللي احنا عصرناه على الفراخ في البصله، حطيته في الميه اهو زي ما انتم شايفين كده. وجبنا الشبكه بتاعتنا الحلوه دي ورصينا فيها الفراخ بتاعتنا بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده يا بنات شايفين. وحطينا الميه. ليه بقى؟ ليه حطيت ميه تحتيها؟ عشان الفراخ ما تبقاش ناشفه وتتحرق. يعني انا مرتين دلوقتي بتقول لي انا جيت اعملها لقيتها اتحرقت مني. طب ليه؟
انا بعمل زيك بالظبط. قلت لها انت حطيتي صينيه فيها ميه، قالت لي لا. يبقى هو ده السبب، بس يعني السبب هي ما خدتش بالها ان انا بحط صينيه فيها ميه. البخار مش هيخلي الفراخ تتحرق وهيخليها تستوي، وبعدين الليمون اللي فيها ده بيخلي ريحه الفراخ حلوه قوي. وهندخلها ان شاء الله باذن الله اهو في نار، وهنعلي النار يعني وسط، يعني نخلي النار وسط من فوق ومن تحت. في فرن البوتاجاز عادي يا بنات، بتتعمل في فرن البوتاجاز عادي جدا، بتتعمل في فرن البوتاجاز عادي جدا يا حبايبي. والبصله اللي هي كانت في التتبيله اهي، هنعمل بيها ايه بقى؟ هنعمل بيها المكرونه، بتخلي المكرونه طعمها تحفه وجميل. يعني مرات ابني كل شويه تمد ايديها كده وتقول جميله وتلحس فيها يعني. فقالت لي ايه، ما نعمل بيها حاجه، قلت لها نعمل بيها المكرونه. يعني مفيش حاجه خسرناها خالص، حتى التتبيله بتاعتنا ما خسرناهاش يا ولاد وما بنرميش حاجه خالص. الفراخ هي جوه الفرن بتتشوي، يا رب تكونوا بس شايفينها كويس، لان عندي الاوضه ضلمه شويه. وهنقفل عليها ونسيبها بقى تشوي مع نفسها كده، ونرجع لها تاني لما تخلص خالص. يا حبايبي للفراخ الحمد لله رب العالمين اتشوت معانا اهي. هنطلعها. بصوا يا بنات، الفراخ بتاعتنا دي بتبقى طريه قوي وحلوه، لان تحتها الايه الميه زي ما احنا قلنا. اللون ده كفايه عجبنا قوي. الميه اهي، تعالي سوا اطلعي فوق بالكاميرا كده. الميه اطلعي سوا، شايفه الميه والليمونه هي يا بنات اللي كانت تحت الفراخ، علشان الفراخ ما تبقاش ناشفه معانا، تفضل مشويه وطريه في نفس الوقت. هي دي الفراخ معانا، هنفك حبسها ان شاء الله دلوقتي، ونطلعها من الحديد اللي هي فيه ونوريها لكم. تسلم ايدك يا خالد. الله يسلمك يا سوا. وهنطلعها بقى من الشبكه يا حبايبي. امسكي كده الطبق يا سمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله يا محمد. الفراخ يا بنات ما شاء الله مستويه جدا جميله، وخرجت معانا بسرعه. هي طبعا لازقه وسخنه، طبعا مش عارفين نطلعها عشان سخنه. اهم حاجه الرقبه بتاعتنا. وهي يا حبايبي طلعت معانا الفرخه اهي. هنروح بقى نشوفها مع المكرونه، وبنحمر البطاطس دلوقتي. وجيت بقى يا بنات، بقى لقيت سما، لقيت لا انا هحمر البطاطس، لقيتها حطت واحده وطلعت تجري طبعا. والله العظيم واحده وطلعت تجري. قلت لها طب ابعدي انت بقى خالص، خايفه بقى على ايديها. وجينا يا حبايبي غرفنا وحطينا اكل في البلكونه بتاعنا اهو. الحمد لله رب العالمين. الفراخ المشويه بتاعتنا هي يا حبايب، والزيتون اللي احنا عاملينه معاكم النهارده 10 يوم لينا، كنا من 10 ايام بس عاملينه معاكم على صفحتنا، كنت جايباه من سيوه وانا جايه. ودي المكرونه اللي بالشكل ده، ودي المكرونه اللي بيحب المكرونه بالطريقه دي. وده طبعا البصله اللي سمر خدتها من التتبيله، وقلت انا هاكلها كده مع المكرونه. والاكل بتاعنا اهوت بالشكل دوت جميل جدا والله. الف هنا وشفا للي ياكل هنا، والف هنا وشفا للي يعمل زينا. بحبكم في الله. معلش ثانيه واحده نسيت اجيب لكم البطاطس، هنروح نجيب البطاطس ونرجع لكم تاني. عايزه اقول لكم حاجه يا بنات، سمر راحت تحمر البطاطس زي ما انتم شايفين كده، ما كانتش عارفه تحط البطاطس. قالت لا يا تيتا في صدقها، روحي بس انت اقعدي في البلكونه ارتاحي انت، وانا هطلع البطاطس. وجايبه لي كوبايه بيبسي صغيره، علشان ايه؟ عشان التصوير. انا هشربها وهي هتتفاجئ ان انا ايه شربتها، عبال ما اجيب البطاطس وتيجي. وانتوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوبايه فاضيه، هنشوف هي هتيجي تاخد بالها ولا لا. والله العظيم انا ما اقول لها حاجه، بس هشوفها كده هتيجي تاخد بالها ولا لا. ايه فستق، هو انت شربت البيبس؟ انت خدت بالك؟ انا والله العظيم انا قلت انت مش هتاخدي بالك. لا خدت بالي. معلش يا جماعه، يعني يرضيكم بالله عليكم تجيب لحماتها الكوبايه الصغيره دي، والمفتريه تجيب لنفسها دي؟ يرضي ربنا ده يا جماعه؟
هو دول بنات الايام دي يا جماعه. اقول لهم اتقوا الله في حمواتكم وفي جوازكم وفي اهل الزوج. اهو هو ده الفرق. جايبه لي كوبايه قد النونو وجايبه لنفسها هي اكبر منه واكتر منه. على فكرة. لا والله ما هي هي. هي بس دي. لا والله أنا اهي. طلعت منها لا لا طلعت هي ايه احنا نكذب او نفتري على الله. دي اكبر كمان. لا لا والله والله ابدا. بعد البطاطس ما جت يا حبايبي جايبين دقه معانا للبطاطس بابريكا حاميه على بارده وشويه ملح وفلفل اسود وكمون. هنقلبهم في بعض كده وناخد على قد ما احنا عايزين ونحط بالشكل ده كده يا بنات. بتبقى جميله قوي شكل جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. او شايفين المنظر وجماله. شايفين ده معانا البطاطس اهو ومعانا البيبسي انا وسمر اهو والمكرونه والفراخ المشويه وكل الحاجه معانا اهي الحمد لله. وزي ما بقول لكم كل مره يا رب يا رب والله اتمنى كل الناس تدوق الاكل بتاعنا الحلو دهوت. يا رب يطعم جميع خلقه. احبكم في الله ويا رب تكونوا استفدتوا يا حبايبي. السلام عليكم. تحياتي لكم في صدقاء الجعلي.